السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ كيف الحال؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. تعالوا اتغدوا معانا بقى. النهارده لسه بقى صاحي من الحاجة النوم. خبزت، كنت بخبز عيش اهو. بسم الله ما شاء الله طالع لوبيا كده، عسل عسل. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله. ما شمر شوية عيش يا جماعة يستاهلوا بقكم والله العظيم. المهم ان انا يعني ايه، خبزته وعملت صينية بطاطس وحطيتها في الفرن وراه على طول. يا دوبك في ردة الفرن كده بياخد صهد الفرن وما بياخدش، ما بتاخدش وقت بقى، وبتبقى طعمها زي العسل. فعملتها وما رضيتش اعمل رز، قلت هاكلها بقى بالعيش النهارده كده، وجرجير وسلطه ومخلل بقى. ورشاد عامل لنا عصير جوافه باللبن. بصراحه ربنا اكل بقى ما لا يعلى عليه. الاكل بتاع زمان يا جماعه. فالمهم ان انا بقى ايه، ما رضيتش بقى بصراحه ربنا اعمل رز. بس حطيت صينيه البطاطس بقى ودخلت نمت. حطيتها في الفرن وقلت لرشاد لما تستوي بقى صحيني. دخلت نمت ما قدرتش. كلام جامد. بسم الله. عملت فيها وركين كده وشويه. شايفين البطاطس بقى عامله ازاي؟ دايبه دوب كده. وقت شطه كده. بصراحه ما رضيتش. رشاد قال لي هتعملي رز، قلت له لا مش عايزه اكل رز بقى، هنعملها بالعيش عيش كده. انا يا جماعه البطاطس اللي هي بتبقى مع الخبيز دي. قلت له انا اكلها كده بالعيش الصبح اللي لسه مخبوز ده بقى. وايه بسم الله ما شاء الله. شايفين العيش بتاعي ملوش حل. لما تديله كده لون حلو كده من تحت بدأ العيش عليه بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. اكل اهالينا بقى. تعالوا اتغدوا معانا يا جماعه. يا سلام على الريحه، يا سلام والله. انا عامله صينيه البطاطس ازاي بقى. خرطت البصل الاول ورحت جايه نازله عليه بالتوابل بتاعتي، شويه بابريكا وشويه السبع بهارات وشويه الفلفل الاسود وشويه الملح. ودعكت البصلايه دعكه حلوه محترمه. وبعد ما دعكت البصلايه مسكت الوركين الاتنين دعكتهم بقى كده. قمت شايله الوركين وحاطه بقى البطاطس بتاعتي مقلباها في قلب البصل بالتتبيله. وبعد كده قمت جايه حاطه عليها البطاطس بقى. انا قلت البطاطس ولا ما قلتش؟ استنى ما لسه. المهم حطيت عليها البطاطس وقلبتها كده في البصل بالتتبيله. ورجعت نزلت عليها بالوركين. وكل كده اتبل بقى بالتتبيله اللي في البصل. ورحت جاي حاطه عليها شفشق الطماطم بتاعتي. وحطها بقى على البوتاجاز تاخد لها غلوتين الاول وبعدين حطها في الفرن. بس الدنيا بتفرق في طعمها جامد. البصلايه اللي هي بتبقى متبله ديت لما تدعكي بقى كل حاجه. صراحه يا جماعه انا بعشق صينيه البطاطس. هو يعني يعملها والله. الفراخ. كده بقى اكل ايه؟ انا يا جماعه طول الليل بطوله كده وانا قاعده تعبانه. كحه مبهدلاني مخلياني مش شايفه بعيني بالصداع. مش وعيني كشفت والله لحد دلوقتي عند كورونا 2. ومش هو قالوا لي هي هتاخد وقتها معاك لان هي حساسيه موسميه، هتاخد وقتها معايا. فبجد تعبت والله. فالنهارده رشاد خدني تاني، راح كشف عليا تاني النهارده والله. لسه جايين يعني بقول قبل الخبيز كنت انا عجنت ورحت خبزت رحت كشفت. بقول لكم نايمه خالص. ده فعلا نايم والله. رحت كشفت. عما جيت لقيت العجين بسم الله ما شاء الله خمر في ثانيه. قمت خبزاهم على نفسي. بطط وبالمكنه وقدام الفرن في ثانيه، ما خدوش من ايدي حاجه. شويه عيش بقى يستاهلوا بقكم والله. ما قدرتش اعمل بتاوه لان بجد الصحه مش مظبطه. كحه مخليها يعني حيلي مهدود. لا ساعات بيبقى يعني العيش ده الواحد بيحبه ساعات عن رشاد عندنا بيحب العيش يعني هو بيموت في البتاوه دي ما فيهاش كلام. بس هو استطعم العيش بقى ان هو خفيف ما هوش سمنه. مش سمنه خالص. لا حول الله قلنا شط نار. انا كنت احطها لك. بس حاجه مش طبيعيه.
كنت مفتحاه بالسكينة كده لأن الشطة ده عشان خاطر ايه. حاجة مش طبيعية. وصحيح كنت مقطعة فيها فلفل أحمر وفلفل أخضر برضو في قلب الصينية كده. الفلفل بيديلها ريحة حلوة أوي. فلو موجود فلفل وعايزة تحط جزر برضو خراطة جزر، الحاجات دي بتدي طعم لصينية البطاطس أوي يا جماعة. في ناس بتحب تسوي الفراخ الأول قبل ما تحطها في الصينية، تديلها تسوية كده نص تسوية وبعدين تحطها في صينية البطاطس. يعني عموما صينية البطاطس ورا الخبيز لا طعم عالي. مختلف، والله مختلف. اوعى يا رشاد بالله عليك، اوعى اوعى. اوعى اوعى. بس عندنا لازم يوقع وهو بياكل. دي عادة بقى معرفش يعني نبطلها. الدقيق ده اللي انا كنت خابزه بيه، انا كنت دايما بعجن يعني بدقيق فينو، اللي هو بتاع جميع الاستخدامات ده. بصراحة الدقيق ده بقى ده علامة رقم 1. استك يا جماعة، استك كده. العلامة بتبقى حلوة أوي 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 في العيش وفي الحاجات ديت. ليه بقى؟ ما بتبقاش بتشد أوي برضو زي الفينو، يعني ما بتوجعش السنان زي الفينو، تاخد وتدي كده. ولكن برضو العلامة دي لقيتها بتشد بسم الله ما شاء الله، يعني نوعية الغلة حلو جميلة ما شاء الله. انا جايباها، شايفين بتاعة استك بجد والله، مش عش يعني. فقلت هجيبها عشان تبقى هوينة على اسناني، انا اسناني بتوجعني جدا. قلت هجيب بقى علامة، بلاش اجيب فينو لان الفينو بيمط وبيتنيه يكسر سناني وانا باكله. فقلت هجيب علامة بقى من حد اعرفه يعني وكده، لان هي العلامة ما بتتباعش في الناس مش المحلات. فاهم الكلام اللي انت بتقوليه ده. الفيلم اللي هي بتقولها ده الفينو يا جماعة اللي هو موجود في المحلات كلها، اللي هو في اه. السوبر ماركت، اللي هو بيجي اكياس ده او بيجي سايد من الشجار الكبيرة ده. انما احنا في الارياف، معظمنا في الارياف هنا بيجيبوا غلة يبقى عندهم غله ويطحنوها. ويطحنوها بقى هم ويطلعوا منها ايه بقى؟ بيطلع منها رقم 1 اللي هو العلامة، ورقم 2 علامة تانية برضو بتبقى ايوه. ديل البتاو والحاجات ديت. انما رقم 1 ديت بتبقى الكحك والبسكوت والفطير والحاجات دي، فاهمني؟ رقم 3 ده بيبقى خلط، الخلط ده اللي بيتعمل بيه العيش، واخدين بالكم معايا؟ رقم 4 بقى متهيألي برضو بتبقى بقى اللي هي الردة أو الخلط اللي هو الأسود بقى أو معرفش، وبالتالي هما بيبقوا كده يعني. واخدين بالكم معايا؟ فأنا واحدة حبيبتي يعني جابت لي العلامة دي، كانت لسه مطحونة، لسه دقيق مطحون، وبعدين قالت لي أنا عندي علامة يعني وكده. قلت لها خلاص هاتيها. الكيلو كان ب15 جنيه، الفينو كيلو الفينو ب18 جنيه. يعني الفرق قد ايه؟ 3 جنيه في الكيلو. انا جايباها والنية لله ان انا عايزه اعمل عيش، لان رشاد كان قايل لي انا عايزه اكل عيش. فقلت الفينو المره اللي فاتت لما عملت بيه العيش كسر سناني بجد، كسرها ما بقتش قادره. فقلت خلاص انا هشتري بقى العلامه دي تبقى هوينه شويه في الاكل. لقيتها برضه بسم الله ما شاء الله، اول مره في حياتي اشوف دقيق العرق بتاعه حلو كده، اللهم بارك يعني. جسمي مكسر من كتر القعده طول الليل. بس البيت ما كانش فيه اكل، ما كانش فيه عيش خالص، ما فيهوش لا عيش ولا بتاو ولا اي حاجه. تبقى مبسوطه بقى. بقول انت بتبقي مبسوطه ما ايه؟ من غير خبز ثاني اهو. البيت ما ينفعش يا جماعه من غير يعني يبقى فيه خير كده، اي ظرف لاي ظرف. والله العظيم امبارح انا كنت جعانه بالليل، رشاد راح جاب كيسين 2 عيش فينو، لان ما عندناش لقمه في البيت، مفيش لقمه يعني، لا بتاوه ولا عيش ولا عيش طابونه كمان، يعني مفيش اي لقمه في البيت خالص.
وطبعا دي حاجة زعلتني امبارح أوي. لما لقيته رايح يجيب عيش فينو زعلت بصراحة. عيش الفينو ده أكل. قلت إني لله بقى أصحى الصبح أعمل اللي ورايا. قامت بقى الصبح عجنت وظبطت الدنيا. الساعة 6:30 كنت مخلصة عجينة، غسلت ايدي، مسكت الشقة كلها، شلت السجاد ونفضت وسيقت وكنست وظبطت الدنيا وغيرت الملاية وفتحت الشبابيك خلصت على الساعة 9:30. رحت كشفت جينا صد رد. وبعدين بعد ما كشفنا وجينا جت لقيت بسم الله ما شاء الله العجين خمران على اخره. انت بقى محرصة وخبزة بقى، ما خدش في ايدي نص ساعة. عشان اعمل لنا بقى الجوافة باللبن. المرات جميلة. عندي لبن جاموس في التلاجة بس مش مغلي، مش من اللي هو بقى اللي بيجي جاهز ده اللي هو الجهينة ده، لا اللي بيجي من عند الفلاحين. فرشاد قال لي انا عايز اشربها باللبن، قلت له طلع اللبن واغليه بقى، لان اللبن مش لو عملته كده بينفخ بيتعب، طالما مش من اللي هو جاي جاهز ده لازم يتغلي. انت كنت انا شايفاك بتصفي اللبن عشان في قشطة. بعد ما غليته كان مليان قشطة كده وما غليته بارد كده لقيته عامل وش واسمين كده، يعني قلت لا مش هينفع بقى يبقى ايه، لازم يتصفى يعني. مهما يكن برضو الدقيق اللي هو الغلة بيبقى ليه طعم مختلف عن الفينو خالص يا جماعة، خالص سبحان الله والله بجد. يعني العيش ده طعمه عسل لك عسل كده عن التاني اللي كنت عاملاه قبل كده. كنت عاملاه قبل كده كان كسر سناني والله، جامد حديد استك. ده برضو حلو، ده برضو يعني جامد، بس مهما يكون برضو هو يعني شايفين بتتقطع معايا بس يعني مش زي التاني لا. يعني العيش فينو ده بيجي منين؟ اللي الدقيق فينو ده بيجي منين؟ مستوردينه. ايوه بس قولي كده عشان الناس تبقى فاهمة. ده بيبقى غلة مستوردة؟ بغلة مستوردة، العرق بتاعها رهيب، بيبقى العرق بتاعها غير الغلة بتاعتنا احنا بقى. غير الغلة بتاعتنا. الغلة بتاعتنا تبقى هوينة شوية وأنواع كتير. يعني في نوع غلة ميبقاش فيه عرق خالص، لازم تجيبي فينو تحطيه على الدقيق اللي هما طحنينه ده عشان يمسك بعضه. واحدة صاحبتي راحت اشترت غلة، وبعد ما اشترت الغلة دي مفكراه بقى حلو، قامت عجنة ما عرفتش تخبز فيه لقمة واحدة. ليه بقى؟ كان سايح وبايظ لان نوع الغلة ذات نفسه ما كانش حلو، فاضطرت ان هي تجيب دقيق فينو تاني عشان تعجن به على الدقيق ده. تعبانة والله. يعني عاملة ايه الشوط النهارده؟ بس عاملة ايه؟ ليه؟ من شوية كنت عاملة ايه دلوقتي؟ كنت عمالة تلجأ والله والله جنبها بطريقة غريبة يعني. كتر الكهف بتخليني اصدع، جالي صداع وارجع. والله لقيت عندوية شريط بنادول، ما انا خلاص الصداع كان هيموت دماغي كده، كان هيفرقع. لما جيت من طنطا من الكشف رحت عندوية بالعربية على طول، رحت عندوية لقيت
قلت له يابا ما عندكش اي حاجه للصداع؟ قال لي عندي بنادول، كان ابويا تعبان برضه بقول لكم، وكان الدكتور كان كاتب له على بنادول. انت جايه واخده حبايه اللهم بارك، يمكن هي اللي خلتني ارتحت شويه، يعني دماغي ده مش عارفه كان فين حته. انا عارف كان فين حته. بس صينيه البطاطس حلوه بالعيش برضه، طبعا جميله جميله بالعيش كنت بصراحه. عارف بس. كنت بقول له لازم اعمل رز، انا ما بعرفش اكل غير بالرز. انا بعشق العيش عامه عموما. قال لي لا ده هتاكلها بالعيش بقى كده بعد الخبيز هتبقى ملهاش حل. لازم اكله في دماغي مش هنساها طول يعني من واحنا صغيرين كده. من واحنا خلاص الخبيز كان مضى بين الصينيه والفرن بقى بتاع زمان ده. هو نفس اللي حصل النهارده، خبزته وحطيتها في الفرن. وقلت خلاص له يلا بص، جماعه الغدا. قلت له رشاد خلي بالك منها بقى، انا هخش انام لي اخطف لي تحسيله كده عما تخلص، لان طول الليل كنت صاحيه بقول لكم من الكحه وكده. لو قعدت اكل فيها الصبح مش هبطل. ما هي دي اكلته المفضله، دي الاكله بتاعته المفضله. انا اكلي المفضل المحاشي. ايه ده محاشي. احب المحاشي. اللحمه عندنا هنا ب 280، قولوا لنا كده عندكم مقاطعه في بلدكم بكام؟ وحتى النهارده كنت شايفاها في طنطا برضه ب 280. فقولوا لي كده هي الاسعار عندكم عامله ايه في اللحم، لان هي بتختلف من بلد لبلد. في بلد بتبيعها ب 300 وفي بلد بتبيعها ب 280، فبتختلف كده. قولوا كده الاسعار عندكم عامله ايه. السكر والزيت بيقولوا هينزل اليومين دول. كله على الله. سامع ان هم بيقولوا السكر والزيت هينزلوا. فيا جماعه الله يعني الله يرخيها يا رب، ربنا يرخيها علينا وعلى امه محمد جميعا. امين يا رب. سامع انا باكل حاجه الحلاقه بقت مش عارف بتخليني اعرق ميه شوفي. وانت خلته لها يا رشاد؟ مش عارف بس طعمه جميل، بيخلي الاكل طعمه جميل. ما والله حتى اقولك، بس قلت يعني مش هيبقى كفر لا كده. لا لا بيخلي طعم الاكل جميل. خرمته بالسكينه هو مش وش الاكل برضه. وحطيته وقلت بس مش حراق قوي، مش حراق مش الأوفر حراق يعني. بس هو بتاع نار اي ده. شايفين انا مقطعه البطاطس يا جماعه عشان ما تنهريش مني. شايفين سمك البطاطسايه، شايفين سمكها عشان ما تنهريش مني، تطلع خرطتها كده مش مهريه ولا مبوظه الدنيا. انا بصراحه ربنا دلوقتي عايز تنام. هخش انام تاني. عارف والله. والله العظيم مش قادره، مش عارفه افتح عيني اصلا. اخش اخد لي كمان تحسيله كده وابقى اصحى بقى على الساعه 12 كده اشوف اللي ورايا. وانا بقى اروح فين بقى؟ انا بقى الساعه 12. احنا ورديات. انام هي تصحى. قضينا ورديات طول حياتنا، انا بنام وهو يصحى وانا انام. وعلى فكره ودي اوحش حاجه في الحياه، انا ما بعرفش انام بالليل يا جماعه. ما بحبش انام الا غير بالنهار، وبالليل ده اتني سهرانه بقى. لو هكنس ولا همسح ولا هطبخ ولا هروق المطبخ ولا هعمل اي حاجه. احب الشغل بتاع بالليل او بالنهار بصراحه ربنا. عيني بتتعبني من ضوء الشمس والكلام ده. ما بحبش الشغل بالنهار خالص، ولا بحب اطلع من البيت بالنهار. بحب الشغل بتاعي يبقى بالليل بس. انا بقى احب انام بالليل. مش عندنا ليل ونهار والله العظيم. مش عايزه لكم ممكن ينام في الحمام، الله المستعان يعني. حطوا بقى الله يكون اشتراك ولا ما اشتركش واكتبوا لي كده كومنتات تساعدنا. ربنا يديمكم نعمه في حياتي يا رب، ويقومك بالسلامه يا رب يا الاء. يعني انت اختي وحبيبتي ونور عينيا. ربنا يقومك بالسلامه يا قلبي يا رب، ويشفي كل مريض يا رب. اللهم امين. يلا حبيب قلبي مع السلامه. السلام عليكم. مع السلامه.